ضرورة تهيئة المساحات الخضراء لتكون جاهزة لاستقبال العائلات الجزائرية وتوفير جميع المرافق الترفيهية والرياضية بها، وخاصة على مستوى حظيرة الرياح الكبرى بالعاصمة، كان أبرز ما ركز عليه وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية عمار غول خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته صباح اليوم إلى بعض المشاريع السياحية في العاصمة. تقرير لحياة زويش. تهيئة حظيرة الرياح الكبرى بكل المرافق اللازمة لتكون مساحة خضراء كليا لاستقطاب العائلات الجزائرية لاستغلالها انطلاقا من الموسم الصيفي القادم، هو أهم ما أكد عليه عمار غول خلال الزيارة التفقدية التي قادته صباح اليوم إلى بعض المشاريع بالعاصمة. مشروع جديد هام جدا معول عليه كثيرا بالعاصمة، وهو مشروع الحظيرة الكبرى، حظيرة الرياح الكبرى الموجودة بالعاصمة، واللي مساحتها تفوق 1000 إكتار. هذه المساحة سنعمل لتكون مساحة خضراء كليا، ممنوع البناء من خلال هذه المساحة، ونعمل إن شاء الله باش منا للصيف هذا برب إن شاء الله باش نحضر هذه الحظيرة باش تبدأ تستقبل في العائلات الجزائرية ونفتح فضاء هام جدا من خلال هذه الحظيرة. هذا وقد صرح غول أن وزارته ستقوم بشراكة مع بعض الدول العربية وحتى الأجنبية لإنجاز حدائق صداقة مفتوحة على كافة الخدمات التربوية والرياضية وغيرها. معروف في العالم أن هذه الفضاءات والمساحات الخضراء في نفس الوقت تسمى مدارس طبيعية مفتوحة على الهواء، فإحنا راح ننخرط في هذا الإطار، ولذلك في إطار تمتين هذا البعد وهذه النظرة فإننا نعمل باش في المساحة الخضراء في إطار الشراكة مع عدة دول، أن 4 دول رايحة كذلك يعني تنجز حدائق صداقة يعني عندها بما يسمى الطابع الخاص لهذه الدول في إطار الشراكة مع الجزائر، منها يعني الحديقة الإسبانية، الحديقة الإيطالية، الحديقة البرازيلية، الحديقة الصينية، يعني في إطار الصداقة تهيئ بعض المساحات في هذا الإطار. للإشارة وبالإضافة إلى حظيرة الرياح الكبرى، تفقد غول أيضا مشروع مركب سياحي وكذا فندقا طور الإنجاز بغية إعطاء قفزة نوعية لشراكة ناجحة. هذا وأثناء استماعه لبعض الشروحات من المسؤولين عن حظيرة الرياح الكبرى التي تضم 5 بلديات وهي العاشور، دراريا، باب حسن، ولاد فايت، ودال إبراهيم، شدد غول على ضرورة العمل وفق دفتر شروط من خلال توظيف عمال مكونين لمرافقة العائلة الجزائرية. المزيد في ميكروفون حياة زويش. هنا من بعد لازم دفتر شروط، فهمت؟ راه فضاء خلوه واسع هكذا للعائلات الأطفال مليح، لكن لازم يكونوا يعني عمال مؤهلين مكونين في مجال تأطير هذا الفضاء السياحي وفضاء النزهة، مكونين باش هما يوجهوا العائلات، باش هما يرافقوا العائلات، باش هما بطبيعة الحال يسهلوا يعني العملية للعائلات. ضيف إلى ذلك قلنا في كل منطقة لازم يكون مواقف للسيارات، فقط مواقف للسيارات يكونوا في مدخل الحظيرة. نحاولوا باش يكون على الأقل إذا عندنا 5 بلديات على الأقل نديروا 5 مواقف للسيارات. في مداخل الحظيرة 5 جهات يكون فيها 5 مواقف للسيارات. ضيف إلى ذلك نفتحوا هذه الحظيرة للجامعة ونخصوا النسباس هنا بور لا بوتانيك، يعني العلوم، يعني الطبيعة، فهمت كيفاش؟